السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب، خوكم الأيوبي كيرحب بكم في فيديو جديد. القصة ديال اليوم قصة مشوقة وزوينة بزاف، وكيعاودها وكيل الملك ديال طنجة باللسان ديالو. قصة مغربية غادي تعجبكم، سمعوها حتى للآخر. وكيل الملك ديال طنجة واحد النهار في البيرو ديالو كيسمع الغوات على الباب ديالو، داق 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 في الباب ديالو، والبوليسي ديال الباب ما بغاش يسكت من الغوات. يغوت على هذاك اللي كيضرب في الباب، كيقول له سير في حالك، وكيل الملك راه مشغول، راه ما عندوش الوقت، الا عندك شي بلاغ سير ديكلاري عند البوليس او لا بي جي. هذاك كيقول له انا ما باغي حتى واحد، باغي وكيل الملك ندخل لعنده ونقول له شي حاجه، وراه هذا الشيء مهم. وكيل الملك غيسمع هاد المعلومات هادو من داخل البيرو ديالو، غيخرج لعنده يقول له دخل عندي. غادي يدخلو، غيقول للبوليس يخرج، خليني غير انا وياه نشوفو مالو. غيجلس هو وياه، غادي يقول له مالك ياك لاباس، مالك على هاد الصداع، مالك على هاد الغوات، اش واقع؟ غيقول له انا قتلت صاحبي ودفنته. قال له كيفاش صدم. وكيل الملك بقى يحل فمو، قال له كيفاش قتلتي صاحبك ودفنتيه وليت تعترف على راسك؟ عاود ليا كلشي من الاول، يلا طلق، عاود ليا كلشي بالديتاي. غادي يقول ليه انا من الصحراء المغربيه وجيت لطنجة كنقلب على طرب ديال الخبز، هذه 3 سنين وانا في طنجة خدام، وكل شهر كنصيفط لوليداتي باش ياكلوا باش يعيشوا، وخدام على راساتي هنايا. حتى لواحد النهار غادي نتلاقى مع واحد في طنجة حتى هو صحراوي وما عنده لا خدمه لا ردمه، عاد كيجا كيقلب على خدمه، وغادي نعاونو وغادي نوقف معاه، وغادي نطلب من الباطرون ديالي على انه يخدموا معايا وغنسكنوا معايا، وغادي نوليو نقسموا انا وياه فلوس الكرا وفلوس المعيشه اللي كناكلوا في وسط الدار الى اخره. انا كنعرف واحد مول الحانوت عنده هري كبير كيبيع جميع المواد الغذائيه وكيبيع حتى بالقرو ومشهور، كنمشي كنتعامل معاه وكيكريديني، وفي التالي ديال الشهر كنرد له المسائل ديالو وكنخلصو في اي حاجه عطاها ليا، وبعض المرات كتوصل ل4 شهور و5 شهور وما خلصتوش وكيصبر عليا لانه كيعرفني ثقه ومعقول وعندي الكلمه. حتى جا هاد صاحبي هذا مول الحانوت ما كيعرفوش وما كيتيقش به، كيعرفني غير انا. غادي يطلب مني صاحبي على انه يكريدي حتى هو من عند مول الحانوت. مول الحانوت منين ضمنت انا صاحبي وعلى وجهي قبل على انه يكريديه بحالي بحاله، وبقينا كنتصافوا مع مول الحانوت كيعطينا، والثالث الشهر كنخلصوه لمده ديال 3 شهور، وصاحبي غادي مزيان مع داك مول الحانوت. من موراها جا الشهر الاول والثاني والثالث، جمعوا عليه والرابع توصلت ل7 شهور ومول الحانوت كيسالو ما خلصلوش الفلوس ديالو. مول الحانوت غيجي عندي انا اللي ضامنه، غيقول لي خلصني في الرزق ديالي. صاحبك ما كيخلصني، ما عطانيش فلوسي، عطيني رزق اخويا. المهم كنت كندخل عند هذا صاحبي هذا للدار وكنطلب منه وكنرغبو وكنقول له الله يجازيك بخير، راه مول الحانوت راه شوهني في الحي، راه كيجي عندي حتى الخدمه قدام الخدام وكيطلب مني الفلوس ديالو. خلصوها صاحبي، عطيه فلوسه، راك انت خدام على راسك. يقول لي انا ما عنديش وما عندي ما غادي نعطيه هاد الساعه، ما عنديش. نقول له يزيد يصبر. حتى غادي نوض وغادي نمشي نهز واحد الفلوس هي اللي كانت عندي، وغادي نمشي باش نخلص من الحانوت، غنخلصوا بداكشي اللي كيسالني وغادي نخلصوا حتى في صاحبي. ولكن مين وصلت للحساب ديال صاحبي نلقاه كيسالو فلوس كثيره. قلت له هاد الفلوس هادي واش بصح هو اللي واخد؟ قال لي هو اللي خداها، ولا ما تيقتينيش. عيط له سولو، انا مول الحانوت كنعرفو ما يكذبش. عطيته الفلوس ديالو ورجعت مفقوس لان خلصت فلوس بزاف. رجعت بحالاتي ما عندي حتى شي درهم، وولادي ما صيفط ليهمش داك الشهر باش ياكلوا باش يعيشوا. ودخلت لعندو للدار وقلت له شوف دابا انت راك كتصارف معايا، انا اللي كنسالك، راك مديون ليا، انا راه خلصت مول الحانوت وانت اللي خصك تعطيني رزقي. دابا غادي تخدم على راسك وكل شهر غتعطيني بالطريف حتى غتكمل لي. ناض هاد صاحبي وبدا كيغوت وقال لي اخويا علاش خلصتيه؟ واش انا قلت لك خلصتيه؟ الا خلصتيه منك راسك دبر راسك معاه اخويا، انا ما عندي ما غندير لك، سير دبر راسك. انا تعصبت وتفقست والمراه كتغوت وكتعيط على الفلوس، ما صيفط لهمش وكنقول له عطيني الفلوس وهو ما باغيش. بقيت معصب وقلت ضروري خاصني ننتقم منه بايتها طريقه، المهم ننتقم منه ونبرد. حتى غادي طيح عليا واحد الفكره واحد الليله، غادي نوض للكوزينه، غنهز واحد الموس مزيان وصحيح وغادي ندخل عنده للبيت، غنلقاه ناعس وغادي نبقى نضرب فيه حتى غادي نقتلو. قال له وكيل الملك ايوا من بعد؟ قال له هزيته وديته ودفنته. قال له ولكن قبل ما نهزو نديه ندفنو، مشيت للقبور ولقيت واحد القبوره تما
ديجا محفورين، كيكونوا محفورين حتى الى مات شي واحد كيكونوا ديجا محفورين كيشدوه ويدفنوا داك السيد اللي مات. وبهذه المناسبه الله يرحم جميع المسلمين. ورجعت للدار وهزيتو بالليل وديتو ودفنتو واحد القبور من هذوك القبور. قال له وكيل الملك كتعرف القبر فين دفنتيه؟ مازال عاقل عليه؟ قال له كنعرفو، انا راني بقيت كنبكي وراه بقى فيا الحال، وانا راني تنادم معايا الحال علاش قتلته، وانا راني جيت لعندكم نعترف على راسي باش ناخذ الحساب ديالي ونرتاح. قال له واخا. وكيل الملك غيهز التليفون وغادي يعيط لابيجي يجيو داك الساعات باش يهزوه ويمشيو معاه للقبور فين قال وكيل الملك دفنو. جاو هزوه داوه للقبور، قال له فين هو هذا القبور اللي قلتي لنا؟ قال لهم ها هو. ملي زادوا لابيجي للقبور كيشوفوا القبور يلاه جديد، الله فاز. يعني هذا يكون عنده نهار او لا يومين باش ندفون هذا القبور هذا، عاد كيتدفن مازال جديد. وهذا كيقول لهم انا قتلت صاحبي ودفنته هذه سيمانه. لابيجي قالوا له لا، هذا القبور هذا يلاه جديد، انت كتقول هذا دفنو هذه سيمانه، اشنو كاين تما؟ واش كتسطى علينا ولا شنو؟ بقى كيقول لهم لا يمكن هذاك القبور الاخر، هذاك القبور الاخر. قالوا له قلتي لنا هذا، حتى اللي كيقول لهم هذا هو القبور اللي دفنتو فيه. غادي تطيح واحد الفكره على واحد الرجل من لابيجي ذكي لواحد الدرجه ما كتصورش. غادي يمشي غيهز واحد العود طويل ويجي للقبور وغادي يتقبو بحال هكا ويبرك عليه. هنا داك العود غيضرب بشي حاجه وغيوقف. هنا لابيجي غادي يفهموا على ان داك القبور هذاك مدفون واحد فيه بالصندوق، وحنا في المغرب ما كندفنوش بالصندوق الا في حاله وحده كندفنوا بالصندوق. الحاله الوحيده هي ملي كيموتوا المغاربه على برا ديال المغرب كيصيفطوهم للمغرب باش كيتدفنوا، وهذاك الصندوق اولا التابوت كيكون مشمع باش منين كيتصيفط هذاك الشمع كيبان للحكومه اللي في المغرب اللي كتستقبل هذاك التابوت على انها نفس الجثه اللي فيه. راها ما تحلش في الطياره اولا طاح تحل اولا راح حلوه بدلوا الجثه اولا شي واحد مهربين شي حاجه تما. المهم هما كيتيقوا هذوك الوراق اللي كيجيو مع التابوت، حاله الوفاه، الوقت ديال الوفاه، التشريح الطبي لا كاين. المهم اي حاجه عندها علاقه بهذاك السيد اللي مات كتكون موثقه مع الوراق ديال التابوت. المغاربه اولا العائله ديال داك السيد اللي توفى كيهزوه هكا كيديوه كيدفنوه. المهم لابيجي تاكدت مليون في المية ان هذاك القبور فيه التابوت. قالوا له شنو انت كتسطى علينا؟ حتى هذا فيه التابوت كتقول لنا انت دافن صاحبك هنا بلا تابوت بلا والو، عقبتيه ودفنتيه. اصلا الا بغيتي تدفنو راه ما يمكنش تدفنو بهذه الطريقه هذه. هذه الطريقه هذه اللي كنشوفوا حنا راه خصها 4 ديال الرجال اولا 5 باش تدفن بهذه الطريقه هذه. قالوا له اش غدير؟ زيد معنا اخويا، رجع معنا. منين جبناه كيهزوه كيجيبوه كيبداو يحقوا معاه. كيعيط لهم وكيل الملك امضرا شنو درتو مع هذاك؟ كيقولوا له هذاك راه كيتسطى علينا اولا راه كيخربق اولا راه مريض نفسانيا، لان راه حنا مشينا راه لقينا في القبور تابوت وكيقول لنا راه دافن صاحبو تما. وكيل الملك غادي يقول لهم شوفوا غادي تمشيو غادي تبحثوا لي على هاد صاحبو اللي قال قتل، وغاتمشيو عند مول الحانوت اللي سلفهم وغادي تسولوه على الكلام اللي كيقول. غايمشيو فعلا لابيجي عند داك مول الحانوت وغادي يسولوه، غيلقاو فعلا هو وصاحبو كانوا كيكريديو من عنده، وغادي يمشيو يقلبوا على صاحبو حتى غادي يلقاوه. غادي يتصدموا يقولوا انت فلان بالفلان، انا هو فلان والفلان، كنتي ساكن مع فلان وتناقشتوا على الكريدي ما خلصتيش، هو اللي خلصوا عليك ودابزتو وداكشي. يقول لهم فعلا، وعلاش ما بقيتيش ساكن معاه؟ قال لهم ما بقيت ساكن معاه من النهار اللي دابزنا على الكريدي اللي خلص عليا. من تما خرجت بحالاتي مشيت نسكن في جهه اخرى. غيهزوه غيجيبوه معاهم لابيجي غادي يلاقيوه مع صاحبه. ياك هذا اللي كتقول قتلتيه؟ شافو تصدم، قال لا ما يمكنش، انا هذا هو اللي قتلته، هذا كيفاش حي، هذا انا دفنته، هذا انا هزيته ودفنته. لابيجي غادي تعيط لوكيل الملك تقول له السيد اللي قال لنا راه قتلو او لا اللي راه بالنسبه للبوليس راه ميت، ها هو قدامنا حي يرزق. وكيل الملك غيقول له شوف هزهم بجوج وجيبهم لي، هزهم بجوج وطيرهم جيبهم لي دابا نشوف انا شنو من تحت ريوس هادو، واش باغيين يسطيونا ولا شنو؟ ما عندنا خدمه حنا نبقاو مقابلين غا هادو. غيهزوهم غيجيبوهم حتى لعندو غيجلسهم يقول له يا مضرا ها هو اللي كتقول قتلتيه؟ بقى عليه لا ما يمكنش، هذا ما قتلتوش، هذا انا قتلته، هذا انا دفنته هنا. لا المهم حمق وكيل الملك. وكيل الملك غادي يامر على ان ضروري يجي طبيب نفساني يشوف الحاله النفسيه ديال هذا السيد هذا. فعلا غيجي طبيب نفساني غادي يجلس معاه 24 ساعه النهار كامل، وغادي يلقى الصدمه هو انه مريض نفساني.
والسبب ديال المرض ديالو هو النهار اللي تفقس وبقى كيفكر في داك الافكار السلبيه وكيعيش فيهم، والمراه ديالو كتعيط له اصيفط لنا الفلوس احنا ما عندنا ما ناكلو، صاحبو كيغوت هو وياه وكيدابز هو وياه وخلص الفلوس اللي عنده كاملها جامعها، الفلوس اللي كانت عنده كامله جامعها خلص بها من الحانوت وما بقى عنده حتى شي حاجه. بقى عايش مسكين في هذاك الاوهام وكيفكر وتيق داك الشيء انه بصح ناض ومشى قتلو، لان مشى كيفكر خصني ضروري ننتقم منه، بقى كيفكر انني غننتقم منه حتى تيق راسو انه راه هز الموت ودخل على صاحبه وقتلو وهزو ومشى دفنو. الاخوان هاد الشيء راه كنعاود لكم، راه كاينين الناس مساكن عرام ديال الناس عايشين بحال هاد الطريقه هذه، راهم مساكن عايشين بهاد الامراض هذه النفسانيه، الله يشافيهم ويشافي جميع المسلمين. المهم الاخوان المحكمه غادي تخرجوا براءه وتطلق هذاك السيد اللي قالوا انه ميت، غيطلقوه بحالته وهو غادي يصيفطوه باش يتعالج. وشوفوا سبحان الله المحكمه كيفاش جابت له الطبيب باش يعرفوه انه مريض. شوفوا المحكمه كتقلب على البراءه ديال المتهم في جريمه قتل في المغرب، واللهم لك الحمد، باش ياخذ الحق ديالو، ما ظلموه ما حتى شي حاجه. العبره الاخوان من هذه القصه هذه هي ان الانسان ما يبقاش عايش في الافكار السلبيه. وقعوا لك مشاكل حاول تخرج منهم باسرع وقت وباقل الاضرار. حاول، راه ضروري من المشاكل في هذه الحياه، راه ما يمكنش تعيش ديما فرحان، راه غيجيك اكتئاب، راه ما يمكنش. المهم هو الانسان يحاول ما يبقاش عايش في وسط داك الافكار وفي وسط داك المشاكل ويبقى يجمع على راسو انا ما كندير والو انا لا. الحمد لله رحنا دايزين دوزين وقيت وغاديين كاملين، ما يبقى حتى شي واحد، غير هني راسك، عيش كما انت ودير اللي عليك والكمال على الله سبحانه وتعالى. القصه ديالنا كتكون تسالت اليوم. كنشكركم بزاف وصلتوا لاخر الفيديو، ما تنساوناش واحد اللايك وواحد التعليق. وكان معكم خوكم الايوبي وما بقى لي نقول لكم في امان الله ومع السلامه.